تعالوا نعمل مع بعض أحلى جاتوه شاتوه ممكن تاكليه في حياتِك. نبدأ الفيديو بتاعنا على طول وذكر النهارده هيكون لا إله إلا الله. طول الفيديو قولي لا إله إلا الله. بصوا بقى الجمال والحلاوة بتاع أحلى جاتوه شاتوه. كيكة كده أهو بتدوب في بُقِّك وفي نفس الوقت عليها صوص من الشوكولاتة. اعملي جنبها فنجان قهوة أو كوباية شاي كده وكلي أحلى كيكة ممكن تاكليها في حياتِك بالشوكولاتة. نبدأ الفيديو بتاعنا على طول وما تنسيش ذكر النهارده لا إله إلا الله. حطي في أي بولة عندِك كوباية من السكر، نص كوباية من الكاكاو الخام أو 3 معالق هرمين من الكاكاو الخام، كوباية من الزيت، كوباية من الحليب. اضربيهم كويس جدًا بالهاند بلندر أو في الخلاط كويس جدًا. ما ينفعش للأسف تضربيهم بمضرب يدوي عشان إحنا عايزين إن كل القوام ده يمتزج كويس جدًا، لازم بهاند بلندر أو في الخلاط ويُفضّل في الخلاط. اضربيهم بقى كويس جدًا وبعد ما ضربتهم حطيت من الخليط الكتير اللي أنا عملته ده كوباية كده وركنتها في التلاجة. يبقى لازم تحطي الكوباية كده أهو كاملة وتركنيها في التلاجة لحد ما نشوف هنعمل بالباقي. حطيت بقية المكونات أو بقية الصوص بتاع الشوكولاتة الحلو ده في بول عندي، وحطيت بيضتين، معلقة كبيرة من الخل، معلقة صغيرة من الفانيليا عشان توديه ريحة البيض تمامًا، وهانزل على طول بكوباية ومعلقتين هرميين من الدقيق. يعني تقريبًا كوباية وأقل من نُص كده، كوباية ونُص إلا معلقة كده من الدقيق. وابتديت بقى إن أنا خلطهم كده زي ما أنتم شايفين، وعليهم كيس كامل من كيك شيف أو كيس كامل من بيكنج باودر، رشة ملح صغيرة. ما تنسيش معلقة الخل ومعلقة صغيرة من الفانيليا. قلبي بقى المكونات ديّة لحد ما تتجانس معاكِ. طبعًا هنا للأسف في المونتاج في حتة فاتت أو اتقطعت، اللي هو وأنا باقلّب الخليط الحلو ده بالspatula علشان أضمن إن هو كلّه امتزج مع بعضه. صينية مقاس 26 سواء مدوّرة أو مستطيلة، وحطّي فيها الخليط بعد ما تدهني الصينية طبعًا بالزيت. طبعًا الفرن بتاعِك يكون ساخن على درجة حرارة من 180 ل200، وهنحطها رف أوسط. لازم تعمليها بخلة الشيش طاووق أو بأي طرف سكينة كده أهو عشان تطلّعي أي هوا فيها بزيادة علشان ما تطلعش من جوّه مش تمام. بُصّوا بقى بتختبريها بعد 35 دقيقة تدخّلي خلة الشيش طاووق كده أهو في النُص أو أي طرف سكينة أو شوكة لحد نهاية الصينية. لو طلعت نضيفة يبقى هي كده تمام. ما بتولّعش مش بتولّعي الشواية خالص، هي بتستوي كده مع نفسها لمدة من 30 يعني بالكتير أوي ل40 دقيقة. هتشمي ريحة الفانيليا أصلًا مفحفحة في البيت وهتكون حاجة رائعة جدًا. فاكرين ذكر النهارده كان إيه؟ كان لا إله إلا الله. استمري وافضلي قولي لا إله إلا الله. أول ما هديت خالص من السخونة اللي هي فيها، نزلت على طول بقى بالصوص اللي أنا كنت شايلاه في التلاجة، اللي هو الكوباية اللي أنا قُلت لكم عليها شِلتها على جنب. وبعد كده وزّعتها بالشكل الجميل ده، وبعد كده هابدأ إن أنا أقطّعها. بُصّوا طعمها كان والله يا جماعة خرافي، خرافي بمعنى الكلمة. بتدوب زي النايتي بتاع زمان بس بطعم الشوكولاتة. جرّبيه وإن شاء الله مش هتندمي. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبِك. لو عجبِك الفيديو ما تنسيش اللايك، والأهم اللايك ذكر الله لا إله إلا الله. شكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.